والثمن ديالها حصريا ما كاين في حتى بلاصه الاصدقاء هو. السلام عليكم الاصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. معكم دائما المقدم ديالكم ايمن في قناتكم اوتو نيوز ماغازين. طبعا قناه كنقدموا محتوى حول عالم السيارات، يعني لاكشياليتي اوتوموبيل، وكذلك كنحاولوا نقدموا لكم بعض السيارات المتميزه المعروضه للبيع في دولتنا الحبيبه المغرب الحبيب، دوله المغرب. الله يدوم علينا الامن والسلام والله يحفظ لنا ملكنا. فالاصدقاء اليوم حنا كيف كتشوفوا عند اوتولاند مدينه الرباط. اوتولاند صراحه الاصدقاء يعني ما كنشكرش، ولكن الصديق ديالي اوتولاند هو صاحب المحل، كيقدموا سيارات متنوعه كيف كتشوفوا، سيارات مرسيدس بنز يعني تنوع، كذلك سيارات عديده من عند اودي سواء الكتروا او الاطروال. الاصدقاء دائما جو زانفيت باش تشوفوا السيارات ديالهم في المتجر ديالهم، يعني في السيت ديال اللي كيبيع السيارات. وكذلك الناس المهتمه دائما كنقول لكم تواصلوا معهم، فهما عندهم معامله جيده وخاصه، والاسعار ديالهم ممتازه. فاليوم جبت لكم واحد السياره جميله، سياره اودي A7 سبورت باك فخم غوتيير. يعني السياره اللي هي متميزه بالتصميم وكذلك بالاداء والمواصفات الحديثه. بالنسبه لهذه السياره اصدقائي فطبعا الموديل ديالها هو موديل 2018 شهر 12. السياره بالمناسبه معروضه للبيع، الناس المهتمه فغنخليكم الهاتف في صندوق الوصف تواصلوا معهم مباشره. بالنسبه لهذه السياره الاصدقاء فهي موديل 2018 شهر 12 امبورطاسيون نوف، سياره اللي هي مستورده جديده من المانيا في سنه 2018 شهر 12. بالنسبه لهذه السياره فهي اودي A7 كيف كتشوفوا، سياره متميزه. سياره A7 فهي سياره برلين، يعني كامله الحجم ولكن سبورت باك، يعني ان الخلف عندها السقف ديالها جا مسحوب بواحد الاسلوب انيق. بالنسبه لهذه الفئه فهي فئه اللي هي مليئه بالمواصفات، طبعا فئه اس لاين. فشوفوا معايا الاصدقاء فقط جمال التصميم والاضاءات. طبعا شوفوا معايا الاضاءات الليديه ادي فيلمو، يعني ديناميك، سياره متميزه. سياره اس لاين جات بواجهه اماميه طبعا متطوره. الاضاءات ديالها فهي اضاءات كامله بتقنيه ليد، اضاءه ماتريسيال يعني ماتريكس ليد، متكيفه وكتكيف على حسب يعني طريقه القياده ومكان القياده. سياره فيها لمسات باللون الاسود اللامع في الواجهه الاماميه ممتده، وطبعا فيها الرادار التفاعلي ديسترونيك في هذا المكان على اليمين واليسار، كاميرا اماميه، كذلك مداخل من اجل تبريد الميكانيك، وفتحات شكليه طبعا من اجل تفريغ الهواء وتحسين الانسيابيه. السياره جا عليها واحد الكابو اللي هو كبير الاصدقاء. طبعا شوفوا معايا الخطوط ديالو كيفاش جات، خطوط انسيابيه كتساعد على طبعا تفريغ الهواء وتقليل الضوضاء داخل المركبه. بالنسبه لهذه السياره شوفوا معايا التصميم ديالها كما قلت لكم برلين متميز وانيق. فيها كذلك حساسات اماميه وكاميرا كتساعدني اثناء الاصطفاف. بالنسبه لمواصفات الامن والسلامه فطبعا عديده. السياره كذلك فيها كاميرا 360 درجه، كاميرات على المرايات الجانبيه. الجنوط ديالها جات بمقاس كبير، جنوط اس لاين طبعا، جنوط يعني باللون الاسود اللامع والفضي. المقاس ديالها 21 بوصه. هاد الجنوط راكبه على اطارات بريدجستون 255 40، البروفيل ديالها يعتبر طالع، يعني الراحه داخل المركبه ممتازه. كذلك امر اخر هنا عندي اس لاين مكتوبه على الرفرف الامامي. سياره متميزه خصوصا ان هذه السياره فيها الباك نوي، يعني الباك نوي كيفاش ان السياره فيها لمسات باللون الاسود اللامع، جات ممتده، جات محيطه على الزجاج الجانبي. السياره فيها زجاج معتم في الخلف وسقف بانورامي كيساعدني اثناء الاصطفاف. بالنسبه لهذه السياره فطبعا فيها الدخول والخروج بدون مفتاح، فيها النقطه العمياء في هذا المكان مليئه بالمواصفات ومعروضه بواحد السعر اللي هو ممتاز. كذلك العجلات الخلفيه فهي جات بنفس مقاس الاماميه، عطاتها طابع رياضي وفخم. هذه السياره الاصدقاء فهي برلين رياضي، وما نساوش انها مريحه. كذلك التصميم الخلفي هنا كنشوفوا الابداع الالماني. سياره اسات سياره استثنائيه طبعا، بالنسبه لسياره اسات من بين السيارات الجميله. شوفوا معي الاضاءات كيفاش كتشعل عندي الاصدقاء، يعني طبعا ابداع ديال اودي كانوا من بين الاوائل اللي هما كيديروا لنا هاد الجود ليميير في الاضاءات، يعني متميزين وكيبقاو متطورين وعندهم لمسه خاصه. اضاءات طبعا هنا عندي الاضاءه الاساسيه كذلك بتقنيه الليد، كتابه اسات. والسياره طبعا كواترو، حساسات خلفيه فيها في الخلف، وطبعا فيها كاميرا خلفيه كتساعدني اثناء الاصطفاف. بالنسبه للسياره فيها صدام خلفي او مشتت هواء باللون الاسود اللامع، عطاها طابع رياضي وفخم. بالنسبه لهذه السياره هنا في هذا المكان الاصدقاء عندي واحد ليلغون كيطلع عندي كيتفتح عندي بواحد الاسلوب اللي هو انيق ورائع. طبعا هذا الجناح الخلفي اللي كيتفتح عندي من اجل تحسين الداون فورس او الانسيابيه، يعني السياره كيولي عندها ضغط اكثر على الارض وكتكون ثابته على السرعات العاليه. كيف كنشوفوا ان السياره تغلقات فنحاولوا نفتحوا طبعا الكفر ديالها. الكفر ديالها جاب تحكم كهربائي كيتفتح عندي باسلوب اللي هو جميل وانيق. طبعا الحجم ديالو فهو حجم اللي هو ممتاز، يعني نقدر نحمل فيه الحموله بدون مشاكل، يعني السياره تعتبر عائليه بامتياز اصدقائي.
كذلك في هذا المكان نحاول نقرب لكم من الصوره دائما. عندي هنا لو كيسون دو باس الاصدقاء، الكيسون دو باس اللي كيعطيني الموسيقى، كيعطيني لا باس اثناء يعني في الصوت ديال الموسيقى. طبعا من هذا المكان عندي الاغلاق، نقدر من هنا نغلق الكوفر الخلفي او نغلقه كذلك مع السياره. فنغلقوا الكوفر وحده ونشوفوا الداخليه ديالها، داخليه اللي هي متميزه، الاغلاق كذلك كهربائي. واحد المساله الا لاحظتوا ان الكوفر كيطلع مع لا لونيت اغيير مع الزجاجه الخلفيه. هذا الامر هذا هو اللي كيسميها سبورت باك. طبعا السياره فيها اونتين روكان في الخلف اللي فيه الريزو ممتاز. كما قلت ان هذه السياره سبورت باك طبعا لان ارتفاع ديالها على الارض قليل، والسياره فيها زجاج بدون اطار، هنا جا زجاج سون انكادغمون فريمليس. طبعا الداخليه متميزه. عندي هنا البلاستيك اللي هو موسي، لمسات فضيه. طبعا الاصدقاء نحاول نشعل لكم الاضاءه باش تشوفوا مزيان. هنا عندي مقبض فتح الباب جا فضي. السياره فيها الجلد على الابواب مع الكانتارا وتحكم كهربائي. سماعات من عند بانك اند اوليفسون، نظام صوتي ممتاز ورائع. عندي عتب الابواب فيه لمسات فضيه، وطبعا الداخليه ممتازه. قاعده عجلات ديالها فيها تعتبر كبيره. مساحات الارجل جيده، ومساحات السقف يعني تعتبر كذلك كوريكت. السيارات اللي هي سبورت باك معروفين ان المساحات ديال الخلف في هذا المكان كتكون عيانه، ولكن سبورت باك ديال اسات يعني المساحه ديالها فهي جيده. علاش؟ لان المقاعد جات غارقه شويه، فيها جلسه رياضيه، ولكن ما نساوش ان هذه المقاعد كذلك مريحه. مقاعد من الجلد مع خياطه بيضاء باللون الابيض، كتدعم تثبيت ايزوفيكس بالنسبه للاطفال الصغار. وعندي مسند وسطي طبعا في حامله اكواب، الا كانت عندي شي مساله بحال هكا بغيت نحط الاكواب ديالي ويجلسوا جوج اشخاص بكل اريحيه. السقف ديال السياره جا باللون الاسود. طبعا عندي فتحه سقف كتفتح عندي وكتعطيني طبعا واحد الرفاهيه داخل المركبه. مساله اخرى عندي لا تخوازيام زون ديال كليماتيزاسيون كتوصل للخلف مع زر 12 فولت. فنكملوا طبعا في التصميم الداخلي. سياره متميزه وانيقه. كما قلت لكم انا السياره فيها كاميرا طبعا 360 درجه كيف كتشوفوا في هذا المكان، كذلك مع اضاءه الاشاره. بالنسبه للداخليه ديالها جهه السائق طبعا سياره متميزه وانيقه. طبعا الاصدقاء فبالنسبه للداخليه جات طبعا لي غارنيتور دو بورت فيها مواد اللي هي مفينيه مزيان. عندي لمسات فضيه مع اضاءات محيطه طبعا من اجل الطابع الفخم. هنا عندي لمسات فضيه على مقابض فتح الباب، ملي كنقدر نغلق ونفتح كذلك. عندي هنايا واحد اللمسه هنايا كما كتشوفوا بالالومنيوم اللي هو مجمط. هنا كذلك عندي مسند الباب جا من الجلد. الكنطاره عطاتها واحد الطابع رياضي. طبعا كل شيء بجانب بتحكم كهربائي. المرايات كذلك بتحكم كهربائي، وكتفتح عندي باسلوب كهربائي. بالنسبه لهذا المكان طبعا عندي مساحه للتخزين في اسفل الباب. سماعات بانك اند اوليفسون. عتب الابواب عندي اس لاين جات كتشعل بواحد الاسلوب اللي هو انيق وفخم. المقاعد في هذه السياره اصدقاء مقاعد اس لاين جلديه مريحه، طبعا كتقدم واحد الراحه اللي هي استثنائيه وخاصه بالمركبه. بالنسبه للسيارات اسات فهي معروفه عندها تجربه قياده خاصه، وما كاين حتى سياره كتقدم تجربه قياده اللي كتقدم هذه السياره. بالنسبه لهذه المقاعد فجات بتحكم اللي هو طبعا في هذه الفئه هذه جاب تحكم يدوي، طبعا فيها دعم القطنيه. مساله اخرى عجله القياده ديالها فهي تعتبر ممتازه، عجله قياده اس لاين طبعا فيها وحدات تحكم عديده ملتي فونكسيون، غنحاول نديطاي فيهم. بالنسبه لهذه السياره ففي هذا المكان عندي وحده التحكم في الاضاءه الاساسيه. هنا اضواء الضباب سواء الاماميه او الخلفيه. فنطلعوا المركبه ان شاء الله ونحاولوا نفصلوا لكم في الامور يعني ديال المواصفات. طبعا الاصدقاء هذه داخليه سياره اودي A7 كيف قلت لكم، سياره مستورده جديده من المانيا سنه 2018 شهر 12. السياره بالنسبه للممشى ديالها فطبعا هو 145 الف كيلومتر و780 بالضبط. يعني الناس المهتمه فهذه السياره متوفره للبيع دائما عند اوتولاند مدينه الرباط. السياره اللي هي نقدروا نقولوا غابره ما كايناش، ولكن اوتولاند دائما كيوفر الحديد اللي هو متميز. فيها عجله قياده طبعا جلديه بالكامل، لمسات فضيه وكتابه اس لاين. بالنسبه لهذه عجله القياده فهي اوبسيون كذلك. عجله قياده ممتازه. وطبعا بالنسبه للكوكبيت ديالها فهو ديجيتال، فيها وحدات رؤيه عديده كيف كتشوفوا الاصدقاء. كنقدر نغير عن طريق زير فيو في هذا المكان، وكنقدر نغير نمط الرؤيه. طبعا كوكبيت ديجيتال. بالنسبه للوضوح ديالو والنقاوه ديال العرض ديالو فهي ممتازه ورائعه. بالنسبه للسياره كذلك في هذا المكان اصدقائي عندي وحدات التحكم سواء في الهاتف. بالنسبه هنايا عندي الاوامر الصوتيه لي كوموند فوكال، وهنا كنقدر نتحكم في مثبت ومحدد السرعه اللي جا طبعا تفاعلي يعني ادابتاتيف او ديسترونيك كيف ما بغيتوا الاصدقاء تقولوها. بالنسبه للوحه القياده طبعا طابلو دو بور جا مصمم بعنايه كيف كتشوفوا، بالنسبه جا مقسم على جزئين. في هذا المكان عندي وحدات التكييف مع امتداد هنا في التصميم. وحده التكييف هي طبعا التكييف ديال السياره كتعتبر ثلاجه الاصدقاء. كذلك في الاسفل في هذا المكان عندي اصدقائي الشاشه الوسطيه، شاشه نظام عرض اللي هو
اللي جا لمس. طبعا شاشه بواحد النظام عرض كبير متطور، طبعا فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو. والجميل هو الهابتيك تاتش فيدباك، يعني انا كنضغط مثلا على الزر عندي واحد لو غوتور فيبرون، يعني اللي كيعطيني واحد الاحساس اللي هو جميل جدا ورهيب. بالنسبه لهذا المكان مستوى السفلي طبعا كنتحكم في كل ما هو تكييف وتبريد المقاعد. وبالنسبه لهذه الامور هذه طبعا هنا في هذا المكان كنقدر نطلع عليه الغون الخلفي الاصدقاء، فنحاول نخرج نوريه لكم. يعني الجناح الخلفي كنطلعو من هذه البلاصه. هنا عندي اللين اسيست باش ناكتيفيه او نديزاكتيفيه. ستار اند ستوب في هذا المكان كنقدر ندير التسخين ديال المقاعد والتحكم في التكييف. في هذا المكان عندي كذلك انماط القياده تراكشن كنترول، الزر الرباعي اللي هو ديتريس. هنا ديجي فراش طبعا ديال الزجاج. بالنسبه للسياره في هذا المكان فهنا عندي زر التشغيل كتشتغل طبعا بدون زر. سياره كيلس، سواء كيلس انتري او كيلس جو. وكذلك في هذا المكان عندي الكاميرات. كيف كتشوفوا السياره فيها كاميرات محيطه، طبعا سياره انيقه ورائعه. شوفوا معي الرؤيه كيفاش رؤيه 360 درجه. اودي متطورين ومجهدين في هذه المساله. وهنا في هذا المكان كاينه الدراجه ديالي المتواضعه الاصدقاء، الدراجه ديالي اللي عزيزه عليا. وفي هذا المكان طبعا عندي هنايا كيف كتشوفوا الاصدقاء كنقدر نتحكم. هنايا كتشوفوا البارامتر طبعا ديال الفييكول. كيف كتشوفوا هنا لي ايد او كوندكتور، سواء انديفيديوال تقدر انت بيرسوناليزي الامور ديالك بازيك او لا الماكسيموم. يعني السياره كتخدم كل الحساسات، ولا خرجتي على الطريق كتردك، يعني كتقدر تبيرسوناليزي المساله. والجميل كذلك في هذا المكان عندي هنا زر ديال الموسيقى. طبعا السياره فيها سماعات بانغ اند اوليفسن، يعني طبعا الصوت والنقاوه ديالو اللي هي جيده ورائعه. كيف كنشوفوا ناقل الحركه في هذه السياره فهو ناقل حركه اوتوماتيكي طبعا دي اي جي. اللمسه ديالو او المسكه ديالو جميله جدا. هنا عندي اللوكو، طبعا هنا الزر ديال الباركينغ. طبعا كاين ديسترونيك وكاين لي باليت خلف عجله القياده من اجل القياده الرياضيه. هاند بريك كهربائي، وكذلك زر الاوتو هولد. السياره جات كامله بواحد لا فينيسيون اللي هي فخمه. فبزاف ديال الناس يقول لك علاش ما جاتش بالبلاك بيانو، او اللون اللي هو من غير بلاك بيانو، اللون اللي هو طبعا افي كربون. هادو كاملين كيبقاو دي زوبسيون. بحال دابا هذه لا كونفيغوراسيون ديالها كونفيغوراسيون لوكس. كيف كتشوفوا جات بهذا البراشد الومنيوم. هنا كذلك عندي مساحات تخزين مع جوج حاميات اكواب و12 فولت او ولاعه. فبالنسبه لهذه السياره متميزه. كذلك كتقدم هنا مسند وسطي. هنا عندي مساحه تخزين طبعا مع شاحن لاسلكي بالنسبه للهواتف التي تدعم هذه الخاصيه، مع جوج يو اس بي تيب ا اس دي، وطبعا كارت سيم الا بغيت نخدم كونيكسيون ونبارطاجي لا كونيكسيون في لا فواتور. السياره طبعا الرؤيه فيها ممتازه، وتجربه القياده اللي كتعطي استثنائيه. مرايات جانبيه طبعا الرؤيه فيهم كذلك جيده. وعندي طبعا تحذير النقطه العمياء. كذلك عندي في هذا المكان مرايه وسطيه فريمليس بدون اطار تقريبا، طبعا الكتروكروماتيك كتحسب لي الرؤيه او الضوء اللي هو كيكون ساطع باش ما نتعماش. السماعات ممتده في السياره كذلك في هذا المكان على الاي بيلر او لو بيلي ا، يعني الصوت رائع وممتاز. والسقف جاب اللون الاسود. طبعا هنا عندي وحدات تحكم عديده، سواء في السقف ديال السياره اللي كتفتح عندي باسلوب اللي هو كهربائي وجميل. وكذلك كنقدر نفتح طبعا كنقدر نفتح اصدقاء كنقدر نفتح السقف، وكيعطيني واحد الجو من الرحابه، خصوصا الا كان الجو زوين كنقدر نستمتع يعني بالقياده في هذه السياره اللي هي جميله. فسيارات اودي سيارات معروفين بلا فينيسيون، معروفين طبعا بالجوده، وكذلك معروفين بتجربه القياده ديالهم استثنائيه. فمشيو نشوفوا المحرك ديال هذه السياره، محرك اللي هو جبار. طبعا الاصدقاء فاحنا في غرفه المحرك. هنا كنشوفوا الابداع التصميمي وخصوصا الابداع الهندسي ديال الالمانيين، يعني القرايه تبارك الله. محرك اللي هو جا في واحد الغرفه اللي هي كبيره. محرك كذلك هنا عندي واحد الكابو اللي فيه دي فيغان منتسورات الاصدقاء كيطلع عندي بكل سهوله. وعندي موقيت من اجل عزل الحراره والضوضاء داخل المركبه. محرك ديال السياره اصدقائي محرك 6 اسطوانات في 6 على شكل حرف في تي دي اي فولكس فاجن دوريجين. محرك اللي هو اعتمادي، تهليتي فيه تهلا فيك دائما. هذه المساله يعني زويته في الوقت. الفيدونج لونتروتيان اصدقاء شي امر اللي ما كنتناقشوش عليه. بالنسبه لهذه السياره اصدقاء فالمحرك ديالها القوه ديالو فما بين 250 الى 280 حصان. فما قدرتش طبعا نحدد يعني واش هذه السياره هذه الاصدقاء واش 45 تي دي اي او لا 50 تي دي اي. يعني صراحه بالنسبه لهاد لي فاز الاولين ما كانوش كيحدوا القوه. فطبعا الناس اللي عارفه المعلومه اللي هي اكزاكت يفيدوني طبعا في خانه التعليقات. محرك في 6 طبعا محرك فيه شاحن تيربو اصدقاء اللي كيعطيني واحد القوه اللي هي جيده وكيعطيني عزم جبار. فطبعا شوفوا معي غرفه المحرك كيفاش باقا نظيفه ما شاء الرحمن، كل شيء باقي في بلاصتو. يعني النظافه اوتولاند يعني امر اللي هو استثنائي عندهم. هنا عندي الكالكولاتور يعني السيرفو العقل ديال المحرك. بالنسبه لهذه السياره هذه فهي دفع كلي العجلات. استهلاك الوقود المتوسط ديالها فهو كيبقى كوريكت بالنسبه لهذه السياره.
يعني 6 اسطوانات فيها استهلاك وقود اللي هو كوريكت. كذلك امر اخر ان السياره فيها ناقل حركه اوتوماتيكي دي اس جي دوبل امبرياج، سريع في التبديل وممتاز في القياده الرياضيه، وكذلك يعتبر مريح في القياده المريحه وفي الخطوط الناس اللي كتضرب طريق طويله. فكانت هذه لمحه على المحرك، حاولت نقرب لكم الصوره ما امكن يعني على هذه السياره، يعني الناس اللي مهتمه اللي كان يهتم بالسياره وبغى ان شاء الله يقتنيها مستقبلا، فكنحاول ما امكن نقرب لك الصوره ما امكن اصدقائي. فنغلقوا طبعا هذا الكابو هذا ونختموا الحلقه ديالنا. طبعا الحلقه اليوم كانت على سياره اودي A7 اصدقائي، سيارة سبورت باك اللي هي قليلة في المغرب، سيارة اللي هي متميزة، كذلك متميزة بالتصميم والإضاءات والتكنولوجيا اللي كتقدم. شوفوا معايا ما شاء الله. بالنسبة لهذا المكان عندي لافاغ الأصدقاء، كاين بعض المواصفات اللي نسيتها، وكيف كتشوفوا عندي الكاميرا في الوسط اللي كدير ليا طبعا المواصفات ديال لين اسيست. هذه السيارة أصدقاء متوفرة عند أوتولاند. طبعا المواصفات ديالها 2018 مستوردة جديدة من ألمانيا شهر 12. بالنسبه لهذه السياره اصدقاء ماشيه 145 الف كيلومتر، والثمن ديالها حصريا ما كاين في حتى بلاصه الاصدقاء هو 60 مليون ديال السنتيم، اي 600 الف درهم. طبعا الناس المهتمه دائما نخلي لكم الرقم بصندوق الوصف، تواصلوا معهم مباشره ان شاء الله ما يكون غير الخير. فالمراجعه ديالي كذلك وصلت النهايه ديالها اصدقاء. كنشكركم وصلتوا لهذه المرحله من الفيديو، يعني المراجعه كانت على هذه السياره الجميله. كنشكركم وصلتوا دائما لهذه المرحله من الفيديو. مساله اخرى، الى عندك شي راي طبعا خليه لي في خانه التعليقات، الاراء ديالكم تهمنا. وكذلك اصدقائي كنتمنى لكم غير الخير. شكرا لمشاهدتكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. رافقتكم السلام.